بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم فيديو النهارده ان شاء الله يعجبكم، اللي هو طريقه عمل الزبده الجاموسي. قدامكم اهيت. والزبده بتتعمل طبعا من القشطه، والقشطه بتطلع من اللبن طبعا. انا معايا لبن رايب اهوت، اللي انا وريتهولكم قبل كده. دول 5 كيلو لبن رايب جاموسي، طلعان معايا كيلو قشطه اهو. شايفين؟ واللبن الرايب زي ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل كده، في الشتاء بيقعد 3 ايام عشان يطلع معاكي، ولو الدنيا دافى شويه او في الصيف بيقعد يومين. قدامكم اهو اللبن، واللي تحتيه ده اللبن بنعمله جبنه زي ما وريتكم برضو في الفيديو اللي عدى اهو. ودي قشطه هنعمل منها الزبده اهو. وانا محوشه بقى زبده لبن رايب وزبده لبن جاموسي، وحطهم في التلاجة. وكل ما كان محوشه قشطه ولا قشطه لبن رايب وقشطه لبن جاموسي، حطهم في التلاجة. وكل ما كانوا في التلاجة متلجين يعني تطلع معاكي بسرعه عن ما هي بره في واخده درجه حراره الغرفه يعني. طول ما هي متلجة طلعها من التلاجة، خديها على طول هتطلع معاكي بسرعة. دي اللبن الحليب، وده بقى اللبن الرايب، قشطة اللبن الرايب اهي. والتقة الأولانية قشطة اللبن الحليب. هنحطهم على بعض ونخدوا فيهم، هنلف فيهم كده بإيديكي زي ما هتشوفوا دلوقتي كده اهوت اهو. هتطلع معاكي، هتلف شوية فيها، هتعمل معاكي، هتجمع معاكي كلها قطعة واحدة زي ما هتشوفوا دلوقتي. وايديك هتسيب منها خلاص، وايديك هتنضف منها خلاص، مش هتبقى حاجة ماسكة في ايديكي من القشطة. دي اول لفة يعني، اول ما تطلع معاكي اول طلعة يعني اهي. هشوفها دلوقتي دي بتنضف منها خالص ها. وانتي بقى الزبدة دي عايزة تحوشيها زبدة تستخدميها طازة كده في الاكل، استخدميها وتحطها في الفريزر طبعا. هتقطعي زي ما هتشوفوها كده لما نقطعها، وتشيلها في الفريزر. شايفين ايديها بتنضف منها ازاي؟ مش حاجة هتبقى ماسكة في ايدي منها خلاص، وهتجمع كلها قطعة واحدة اهي. شايفين اهي؟ دي اول لمة ليها، اول لما اللي هتيجي تلم هتفرق شايفين ايدها نضفت منها خالص ازاي؟ هتيجي بقى تاني لما بقى هتقعدي تلفي بقى برضو بعد ما اتجمعت، هتقطع معاكي تاني زي ما انت شايفه كده، وتطلع بقى اللبن اللي فيها الزياده اسمه الخض. والخض ده ممكن تعجني بيه رقاق او قرص، بيبقى طعمه في منتهى الجمال اهو. شايفين؟ هنوريكم دلوقتي الخض اللي طلع منها اللبن الزياده اهوت اهو. شايفين اهو؟ اهو ده ما تترميش، ده اللبن بيبقى طعمه جميل خلاص في الرقاق والقرص، القرص الطريه طبعا. تقعدي بقى تلمي فيها برضو كده لحد ما تكور معاكي او تجمع معاكي تاني اهي. دي بقى الزبدة اهي. لو عايزة تصفي منها اللبن خالص اغسليها في مية ساقعة، بس دي انا هعمل لها زبدة عشان انا هنسويها سمنة، عشان عايزاها الحاجات العيد يعني، الحلويات العيد، الكحك والبسكوت وكده اهيت. هتقطعها بقى كده قطع زي ما انتوا شايفين كده كده طويلة كده اهي او مدورة. وعايزه بقى تخزنيها في الفريزر، خزنيها قطع زي ما هي كده عشان تطلعي القطعه بقطعه تستخدميها يعني، تبقى تعرفي تتحكمي في الكميه اللي انت هتستخدميها يعني في كل اكله يعني اهي. ولو عايزه تخفي منها البياض دهوت او اللبن اللي فيها دوت برضو، زي غسلها زي ما قلت لك، غسلها في ميه ساقعه، ميه متلجه. ممكن تعملها برضو قرص كده دوائر زي ما انتوا شايفينها كده. كانت اهالينا بيعملوها زمان مدوره زي دي كده اهي، ويخزنوها في الفريزر يعني، ويستخدموها ايه قشطه زبده طازه يعني، من غير ما يسووها سمنه. لكن دي انا هنسويها سمنه زي ما قلت لكم، هنطلع عشان نعمل بها حلويات العيد يعني. ولو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناه، واعملوا اعجاب اللي ورايا، واكتبوا لي تعليق حلو زيكم. بعد ما خلصت اهيت كلها اهي. عايزه تخزنيها بقى على كده خزنيها، عايزه تسويها سمنه هعمل معاكم فيديو للسمنه ازاي تسووها يعني، الزبده ازاي تسوي الزبده ويطلع منها السمنه البلدي اللي احنا بنستخدمها العادي دي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.